مساء الخير على احلى جمهور في الكون كله، جمهور الزمالك العظيم. هنقول بس نصيحة لإمام. بص بقى يا إمام، انت ظلمت نفسك بجد، انت مريض نفسي. شوف نفسك قبل فوات الأوان. ضيعت نفسك وأيامك كمان معدودة في الملعب، خلاص كده. انت لعيب موهوب يا ابني، بس يا خسارة ضيعت نفسك بجد. انت خسرت احترام جمهور الزمالك، وكمان بتخسر جمهور ودعم نادي الأهلي، لان مستواك قل قوي. انت شفت لما كنت بتلعب في الزمالك كان مستواك عامل ازاي؟ وكنت اكتر انضباط، كنت بتفكر في الكوره بس والملعب بس والمكسب. لكن دلوقتي رحت الاهلي تتخانق وتتعارك، وبقيت قليل الادب، لسانك بقى طويل، بقيت مش مهتم بالكوره، مهتم بالتيك شو. رايح تفتح محل، رايح تجامل ده وتجامل ده على حساب نفسك. شوف انت كان شكلك ازاي وجسمك عامل ازاي، دلوقتي بقيت هيكل عظمي، بقيت خيال مآتة. يا ابني حرام حرام عليك نفسك بجد، انت لعيب موهوب يا ابني. شوف نفسك قبل ضياع الاوان كده. مش عارفه اقول لك ايه، بس حرام بجد، حرام حرام اللي انت بتعمله في نفسك ده. ارجع تاني لامام عاشور الموهوب، اللي كان بيوصل ويقول في الملاعب وبيجيب اجوان. لكن انت دلوقتي على الله حكايتك بجد، انت بقيت مريض نفسي. طب انت كان مالك انت ومال عواد في اخر ماتش؟ الراجل ما عملكش حاجه، وكمان عواد بكل ادب وبكل احترام ولا كانه شايفك